السلام عليكم ورحمة الله. تفاعلت الصفحة الرسمية لفريق تشيلسي مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، حيث وجهت له رسالة تحفيزية قبل الانطلاق المونديال. ونشرت الصفحة الرسمية لتشيلسي صورة زياش بقميص البلوز يحمل العالم المغربي، وعلقت عليه: من أسود لندن إلى أسود الأطلس، بكل التوفيق يا زياش. أكد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن المنتخب الوطني المغربي يمتلك في صفوفه مجموعة من اللاعبين الموهوبين. وقال مارتينيز في تصريح لصحيفة إسبانيا: المغرب لديه لاعبين موهوبين مثل زياش وبوفال والزلزولي، وهم يلعبون في مستويات عالية في أوروبا. وأضاف: المنتخب المغربي لديه 4 أو 5 لاعبين يمتلكون الجنسية البلجيكية، وهم منتخب قوي يريد إظهار نفسه في المونديال. وتابع قائلا: هدفنا في المونديال بكل تأكيد هو التتويج باللقب، وسندافع عن حظوظنا بقوة. حرص الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية على التواجد في قطر من جديد من أجل مساندة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر. وكان بن عطية حاضرا في المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني ضد جورجيا في الإمارات، حيث تابعها من مدرجات الملعب. وسيكون حاضرا كذلك في مباراة الأسود في المونديال. هذه آخر أخبار المحترفين المغاربة، في أمان الله ومع السلامة.